ايه سبب ان لما الواحد بياكل حاجه مسكره ضروسه بتوجعه قوي بجد ومفيش اسنان ظاهر انها متسوسه يا دكتور؟ سؤال مهم. يعني حاجه مسكره ومفيش سوسه واسنان بتوجعني، ايه السبب؟ خليني اقول لك ان دي حاجه اسمها التيث سنسيتيفيتي او حساسيه الاسنان، والحساسيه دي بتحصل لما الطبقه اللي بتحمي السن اللي هي طبقه المينا بتتاكل او تتكسر، فيبدا يتكشف تحتيها طبقه الدنتين العاج اللي بيكون فيها قنوات متوصله بالعصب. عشان كده اي حاجه مسكره او ساقعه او سخنه او حمضيه بتوصل الالم على طول. طيب ممكن تكون اسبابها ايه؟ اكل وشرب حمضيين زي الليمون والمخللات، شاي، قهوه وغيره، انك تدعك بقوه بطريقه غلط او بفرشه خشنه، كسور او شروخ في السنه، ان السنه يكون فيها شرخ، ان اللثه يكون حاصل فيها تراجع، الجز على الاسنان وانت صاحي او وانت نايم وقت العصبيه، واخيرا وليس اخرا منتجات التبييض. طيب ازاي نعالج الحساسيه دي؟ في معجون للاسنان الحساسه او فلورايد عشان يقوي طبقه المينا، نحط مواد او حشوات تمنع الحساسيه دي، ولو كان في جدر مكشوف نغطيه عشان نمنع الحساسيه. طرق الوقايه: فرشه ناعمه وتنظيف بالراحه، وقلل او قللي اكل حمضي او عدليه باكل قلوي. طب ولو طنشتها ممكن يحصل تسوس، التهاب في اللثه، التهاب عصب، والم مزمن. الخلاصه: حساسيه الاسنان ده مؤشر ان في مشكله حتى لو بسيطه، ومش شرط يكون في تسوس، ممكن تبقى السنه ظاهره لك ان هي سليمه لكن يكون في خرم، ممكن يكون بتدخل هواء، ممكن فتحه على قنوات الاعصاب اللي بتوصل الالم، ممكن يكون في تراجع في اللثه. فبالتالي دي اشكال الدكتور يقدر يحددها في العياده. علشان كده الزياره الدوريه للدكتور هتحدد لك المشكله بكل بساطه. انا حاتم دكتور اسنان، ولو عايز اي معلومه عن الاسنان اكتب لي في التعليقات واعمل لي متابعه. سلام.